بعد الصيف ومع بداية الشتاء، مين فينا ما اتفاجئش بلبس كتير هيركنه ويستغنى عنه عشان مشكلة الوبر؟ النهارده وفي كوين كلين هنقدم لكم مجموعة من الخطوات المضمونة والسهلة عشان نتخلص من مشكلة الوبر ونلبس كل اللبس من غير أي مشاكل أو تعطيل. تابعوني لآخر الفيديو عشان تعرفوا كل الخطوات دي بطريقة سهلة جدا. هنبدأ معاكم حل مشكلة الوبر بأساليب سهلة جدا نقدر بيها نتخلص من الوبر تماما، وبعد كده هنبتدي واحدة واحدة نروح لخطوات متخصصة أكتر في حل مشكلة الوبر. أول خطوة معانا من خطوات حل مشكلة الوبر النهاردة خطوة سهلة وبسيطة جدا هنبتدي بيها، وهنروح بالترتيب لخطوات متخصصة أكتر نقدر نحل بيها مشكلة الوبر. فقرة اللزق دي موجودة غالبا في كل بيت، ودي أول خطوة هنحل بيها مشكلة الوبر النهاردة. وده شال زي ما انتم شايفين عليه وبر كتير. هنقطع كذا قطعة من بقرة اللزق وبنلزقها على المكان اللي فيه الوبر، بنضغط عليها جامد جدا بالشكل ده. وزعنا اللزق وسبناه شويه. يلا نشوف بعد ما سيبنا اللزق الوبر هيخرج فيه قد ايه. هضغط ضغطه جامده كده للاخر على كل لزقه، بنضغط عليها كويس كده بعد ما سبناها شويه ونبدا نشيل. ودي كانت النتيجة بعد الطريقة الأولى باللزق. زي ما انتوا شايفين في فرق بين المكان اللي احنا عملناه والمكان اللي لسه ما اتعملش. جربوها وخلونا يلا نشوف الطريقة التانية. خلونا نشوف دلوقتي تاني طريقة عشان نتخلص من الوبر، وهي برضو طريقة سهلة جدا نقدر نعملها بمكنة الحلاقة. أي نوع مكنة حلاقة موجودة عندك في البيت تقدري تستخدميه بتشيلي بيه الوبر بكل سهولة. خلونا نشوف. بناخد المكنة وعلى المكان اللي فيه وبرة بنفرده كويس ونمشي المكنة عليه واحدة واحدة بالراحة عشان اللبس ما يتقطعش، في نفس الوقت بنشيل الوبر. بيتلم معانا على جنب زي ما انتوا شايفين كده. ودي مكنة الحلاقة بعد ما استخدمناها عشان نلم بيها الوبرة. زي ما انتوا شايفين الوبر اهو، والنتيجة هنشوفها على التيشيرت نفسه. وده الجزء اللي استخدمنا عليه مكنة الحلاقة عشان نشيل الوبر. زي ما انتوا شايفين الفرق بينه وبين الجزء اللي لسه ما عملناهوش. بعد ما خلصنا الطريقة التانية للتخلص من الوبر، تعالوا نشوف الطريقة التالتة وهي المكنة المخصصة للوبر. المكنة دي ممكن نلاقيها في أي محل أدوات منزلية، وكمان بتتباع أونلاين على مواقع كتير جدا. وهي عبارة عن شفرات تحت الدايرة دي. لما بنحط المكنة على اللبس ونمشيها بالشكل ده بتبتدي الشفرات تلف وتلم الوبر وبتدخلها هنا، وبالتالي بيبقى سهل تنظيفها جدا اننا نفتح المكان ده وننضفه ونكرر مرة تانية ان احنا ننضف الوبر. بنشغل المكنة بالشكل ده ونبتدي نمشي بيها على المنطقة اللي فيها وبر. هي فكرة المكنسة. ودي كانت مكنة الوبر بعد ما نضفنا بيها الجاكيت. ده كل اللي طلع من الجاكيت. بنقدر نشيل التانك بالشكل ده، متجمع هنا كل التنظيف، بنشيله وننضفه وننضف مكانه ونرجعه تاني ونكرره لو في اي حاجة محتاجين نشيلها وبر على الجاكيت او على اي حاجة تانية. دي اخر طريقة معانا عشان نتخلص من الوبر على الملابس. دي فرشة مخصصة لازالة الوبر من على الملابس، برضو تقدروا تشتروها من اي مكان بيبيع ادوات منزلية، وكمان موجودة اونلاين على مواقع كتير. الفرشة ليها جراب جواه فلتر بيسحب الوبر بعد ما الفرشة تشيله من على اللبس. خلونا نشوف على البنطلون ده. هنمسك الفرشة ونضغط بيها بالشكل ده على المكان ونمشي بشويش كده. انتوا هتحسوا انها بتلزق شوية، بس خليكوا ضاغطين عليها للاخر كده كده. دي كانت اخر طريقة شلنا بيها الوبر، وهي فرشة الوبر. عايزه اقول لكم ان هي مقبولة نتيجتها الى حد ما ادتنيش النتيجة ان انا كنت مستنياها قوي، ولكن احنا ممكن نستخدمها في حاجات تانية. ان احنا ممكن نشيل بيها اي شعر على اللبس او على الانتريه، شعرنا احنا او اي شعر حيوانات موجودة عندنا في البيت. دي كانت حلقة الوبر في كوين كلين. قدمنا لكم فيها 4 طرق تقدروا تتخلصوا بيها من الوبر. بالنسبة لي كانت احسن واحدة فيهم والطريقة الاكثر فعالية هي مكنة الوبر. جربوا كل الطرق وهستنى النتائج اللي وصلت لها في الكومنتات تحت الفيديو. بشكركم واستنونا في حلقة تانية من كوين كلين.